والجمال. تعالوا نسوي أنا وياكم. هلا وبنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. اليوم حبيت اسوي لكم حلا القلاش اللي هي حلا تركية باردة كلش طيبة وسهلة وسريعة ومكوناتها كلش بسيطة وما تاخذ وقت هواية، وتقدرون تقدموها ضيافة. عندي هاي وهذا شكلها، طبعا هي عبارة عن نشا وماء يعني، ويسوي يعني هيك مثل العجينة خفيفة كلش. عندي هنا تقريبا كوب ونص شكر، وهنا أنا عندي راح اخذ لتر ونص من الحليب. اول شي راح اخذ الحليب واخلي الشكر وياه واخليه على نار لحد ما اخليه يدفى، وبعدين اراويكم الطريقة الباقية. كدت هذا اللتر، هذا النص. هذا الشكر والسكر، هذا كوب ونص. طبعا هي طريقتها كلش بسيطة سهلة. سبحان الله، هذا الحل الوحيد اللي هنا عندهم يعني بتركيا ورا رمضان يختفي، ما اعرف. ادوب الشكر وراح اخذها على نار لحد ما ادوب السكر وبعدين او الشكر، وبعدين ننكح هاي نلف العجينة. خليها على النار لغاية لحد ما تفرج ربي. هي الفكرة شنو يعني، لأنه هاي مثل العجينة تصير يعني شوية يابسة، من الحليب يصير شوية ساخن أو دافي، يعني شوية سهولة يعني أسرع تصير طرية، مو مثل ما هو بارد تاخذ وقت. يعني هالطريقة هاي أحسن. طبعا بالنسبة للعجينة هذا شكلها، هذا شكلها بعوجة خفيفة كلش كلش رقيقة يعني، بس شنو قوية، يابسة يابسة يعني. أضيف تقريبا ملعقة شاي ماء زهر شوية ينطيني طعم ونكهة طيب. أنا بعد ما سخن عندي الحليب راح اخذ وحدة وحدة اغمسها بالحليب، وبعدين اصفها بهذا البايركس واحدة فوق الأخرى طبقات، واخليهن يعني مثل ما قاعدة تشوفون. غمستهن بالحليب وخليتهن بهذا الشكل. تاخذون هي وحدة وحدة، إذا عندكم البايركس دائري على قياسها بعد أحسن، بس أنا لأنه مو دائري يعني بهالشكل هذا فسويتهن هيجي. هاي بعد ما خليت لها الحليب كله، يعني نقعتها قصدي بالحليب. هنا أنا راح بقى عندي من الحليب راح أجيبه، ترى مو ثريد، بالشكل هذا كله أخليه، لأن هاي هسه كلها راح تتشربه يعني ما يبقى. راح أخليها شوية تبرد وبعدين أدخلها الثلاجة. وهذا صار شكلها النهائي بعد ما خليت لها هذا الفستق. طبعا تقدرون تخلون فستق حلبي، تقدرون تخلون رمان، تقدرون تخلون فراولة، موز، أي شي يعجبكم يعني. جوز الهند أو الجوز يعني
بس أنا هذا المتوفر خليته، يعني عادي ماكو أي مشكلة، يعني شو ما تحبون انتو تزينوها زينوها. راح أدخلها الثلاجة تقريبا ساعة، هيج نص ساعة، وأطلعها. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم، ولا تنسون اللايك والمتابعة والمشاركة. إن شاء الله الصحة والعافية للجميع يا رب. تظهر مشكلة بعد ما أطلعها من الثلاجة. وهذا شكلها النهائي على القلاش، شوفوا هالجنة. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. انتظرونا بمقطع جديد وفيديو جديد، ولا تنسونا باللايك والمتابعة والمشاركة. مع السلامة.